لو عمرك قابلت حد ولقيت نفسك كارهه من اول دقيقه، فانا جاي اقول لك ليه. اول ما بتقابل حد اوتوماتيك دماغك بيبدا يجمع عنه تفاصيل صغيره وسريعه، طريقه كلامه، شكله، لبسه، حتى نبره صوته، وفي اقل من ثواني بيكون عندك صوره كامله للشخص دماغك اللي راسمها. المشكله ان الصوره اللي مخك بيرسمها بتبني معلومات صغيره جدا عن الشخص ده، وبعد كده دماغك يبدا يلاحظ حاجات صغيره عشان تؤيد الانطباع اللي خده في اول مره. يعني اوقات انت مش بتشوف الشخص زي ما هو، لا انت بتشوف اول انطباع واول صوره اخدتها عنه. عشان كده ممكن تشوف شخص مغرور وتقول عليه مغرور جدا لمجرد ان هو قاعد ساكت ما بيتكلمش، وبعد فتره تكتشف ان هو كان ساكت اصلا عشان مكسوف. فخد بالك، اول انطباع مهم لكن مش دايما بيكون صح، عشان الانطباع اللي انت خدته في اول دقيقه عنه ده مخك بس هو اللي قرر ان الشخص ده حلو او وحش بدون اي تعامل معاه، لمجرد ان هو رسم شويه صور وافكار عن الشخص ده وبيقعد يدور على اي نتائج تؤيد الفكره اللي هو رسمها عنه ده. فانت خلي دايما حكمك على الاشخاص مش من اول نظره وحاول تتجاهلها، خلي حكمك دايما معتمد على الموقف اللي هتاخده من الراجل اللي قدامك. ما تبقاش راجل طويل وعريض كده ومخك سايقك شمال شمال يمين يمين وانت ولا هنا. عايزك تفسر وتحلل وتعرف اذا كان الكلام اللي بيحصل ده مخك بيضحك عليك، ولا ده انطباع انت خدته عن طريق التعامل مع شخص معين واكتشفت من مواقف معينه ان الشخص ده ملخصه كده ان هو شخص مش كويس.